يا مساء الخير والهنا والسعادة على عيونكم. عاملين ايه؟ وحشتوني قوي قوي قوي. النهاردة هقدم وصفة من الوصفات المحببة قوي لقلبي، وهي الفرخة المشوية في الكيس الحراري. انا بعتبر دي يعني حاجة سهلة وسريعة وحلوة وبتتعمل بسرعة، وبيبقى طعمها حلو جدا جدا. اكيد ان شاء الله لو جربتوها بالطريقة دي هتعجبكم. وعاملة جنبها محشي مشكل، فلفل وبتنجان ابيض وكوسة. ان شاء الله الطريقة برضو تعجبكم. بس طبقنا الرئيسي النهاردة هو الفراخ المشوية في الكيس الحراري. جربوها وان شاء الله ان شاء الله اكيد اكيد يعني هتعجبكم بنفس الطريقة دي. ويلا بينا نبدأ الطريقة ونشوف هنعمل ايه. اول حاجة هنعمل تتبيلة للفراخ. طبعا انا جايبة فرخة وزنها تقريبا 2 كيلو، ما تقلقيش هتستوي قوي قوي معاكي. بصلة كبيرة مبشورة، عليها ملح وفلفل اسود وكمون، وتبلتهم مع بعض. والتتبيلة طبعا بدخلها بين الجلد عند الصدر والورك، بدخلها في كل حتة. الخطوة دي يا جماعة بتفرق قوي قوي بجد في طعم الفرخة. وبحطها في التلاجة نص ساعة ساعة على قد ما تقدري. وهنا هنعمل خلطة المحشي. كمية بصل كبيرة طبعا، حوالي 3 بصلات كبار حطيتهم في شوية زيت. اول ما ياخدوا اللون ده هنزل بعصير الطماطم. عايزة تحطي معلقة صلصة تمام مفيش مشكلة، بس انا اكتفيت بالطماطم. وهنقلب، وهحط بس دلوقتي مكعب مرق الدجاج، مش هحط التوابل دلوقتي خالص عشان تفضل محتفظة بريحتها وطعمها في الخلطة. واول ما التسبيكة دي يا جماعة، الخلطة بتاعة المحشي اول ما تتسبك بالشكل ده هنزل بالبهارات، عبارة عن ملح وفلفل وكمون وزعتر وزنجبيل، بس كده. وطبعا نص معلقة هريسة بتدي طعم حلو قوي. وبقلب وبضيف الرز واديله تقليبة على النار، وبعدين بطفي وبضيف الخضرة بتاعتي. كده خلطة المحشي اصبحت جاهزة معانا. شايفين لونها حلو، والخضرة انا مزوداها شوية. انا بحب ازود قوي الكزبرة، يعني الشبت والبقدونس لا، بحب ازود الكزبرة بتفرق في الطعم قوي. وهنا الحلة اللي هحشي فيها حاطة فيها طبعا شرايح طماطم والعيدان بتاعة الخضرة من تحت كده. وهبدأ احشي الكمية كلها وارصها في الحلة. بس المشكلة انا طبعا انا ما سلقتش الفراخ، فكده ما عنديش شوربة. دي مشكلة؟ لا مش مشكلة خالص. هعمل شوربة للمحشي وهسقيه بيها، وهيطلع طعمها احلى والله من شوربة الفراخ او اللحمة. جربيها بطريقتي ومش هتندمي. الشوربة دي الطريقة دي انا واخداها عن امي الله يرحمها، لان دايما فعلا ما كانتش بتسقي المحشي بشوربة حاجة. لان على طول الفراخ كانت تعملها لنا في الفرن مشوية او كده او محمرة بدون ما تتسلق. هنعمل شوربة المحشي بتاعنا مكعب مرق الدجاج في حتة سمنة او معلقتين زيت، وهيدوب معانا بالشكل ده. اهو داب معانا مكعب مرق الدجاج. هننزل بمعلقة ونص صلصة، الصلصة الجاهزة فاين فودز. هننزل بمعلقة ونص ونقلبها كويس لغاية ما نحس انها اتسبكت في السمنة ومع مرقة الدجاج. ونقلب اهو بالشكل ده. شايفين الصلصة انفصلت عن السمنة. هنضيف بقى مية مغلية او مية عادية. انا ضفت هنا لحلة المحشي دي ضفت 3 كوبايات مية، 3 كوبايات كبار هيسووه السوى المناسب قوي يعني. وهنحيقها بملح وفلفل وبس، ونسيبها تغلي غلوة على النار. وكده هيبقى معاكي احلى شوربة هتسقي بيها المحشي، هتديله لون وهتديله طعم خرافي.
بس كده هتغلي وهسقي بيها المحشي زي ما انتوا شايفين. هسقي بيها المحشي وهرفعه طبعا على نار عالية، واول ما المية بتاعته تخس تنقص شوية ويدخل في السوا هوطي عليه النار. وهنا هعمل تتبيلة الفراخ الخرافية الحلوة قوي قوي اللي بجد لو جربتوها والله مش هتندموا. حطيت معلقتين كبار كاتشب، عليها عصرة ليمونة كاملة، عصير ليمونة كاملة، ومعلقة سكر. وهتحسي بطعم معلقة السكر دي لما تعملي الطريقة دي ان شاء الله هتفرق معاكي. وفلفل اسود وزعتر وبابريكا وتوم باودر وبصل باودر. عندك توم مهروس ممكن تزودي يعني فصين مهروسين بدل التوم باودر، بس انا اكتفيت بالتوم الباودر. وعندك بهارات فراخ تمام، ال7 بهارات حطي كله هينفع يعني كله حلو. انا حطيت هنا بهارات فراخ وحطيت معلقتين كبار خل، وتقلبي كويس قوي. وهنحط برضو معلقتين كبار زيت بيدوا لمعة للفراخ وللخضار. اهو معلقتين كبار زيت. وكده التتبيلة بتاعتي جاهزة. هطلع الفراخ، طبعا هي اتبلت نص تتبيلة من البصل. هنتبلها بالصوص اللي انا عملته ده، نفس الحكاية من جوه ومن بره وتحت الجلد، ومعها الكبدة بتاعتها طبعا تبلتها برضو وحطيتها معاها في الكيس. وهاخد شوية من التتبيلة، معلقتين او معلقة احط فيها الخضار. انا عاملة يعني كمية خضار بسيطة قوي لاني مش اساسي، مش هحتاجه قوي لاني عاملة طبعا محشي. انت عايزة تعتمدي على الخضار ده بس والفراخ هتزودي، هتحطي جزر، ممكن فلفل، بطاطس، كوسة، اللي انت عايزاه. بس انا عشان عاملة جنبها طبق تاني اللي هو المحشي هحتاج بس بطاطساية وكوساية، هتبلهم بالشكل ده. وكيس حراري ده نوع انا بستخدمه اسمه حلوان، حلو قوي. هحط الاول الخضار وبعدين هحط الفرخة بتاعتي وهقفل الكيس بالقفل اللي معاه ده، هو بيجي مع الكيس. هفرغه من الهواء كده وهقفله بالقفل اللي بيجي معاه دوت. وفي صينية ستانلس، يفضل طبعا ستانلس او ألمونيوم سوري، هتحطي فيها كوباية مية مغلية كبيرة، وهتعملي في الكيس فتحات من فوق بالشكل ده عشان ما يفتحش منك في الفرن. اساسي تعملي الفتحات دي. وهنا هو خد معايا من ساعة لساعة وربع تقريبا. وعرفت ازاي انه استوى؟ طبعا شميت الريحة بتاعت الفراخ بالتتبيلة بتاعتها، وطلعته من الفرن بالشكل ده. اللون اتغير والفرخة خدت لون من فوق كده، اعرف انها استوت. هنا انا بحاول افتحه باي طريقة، مش نافع مقص ولا سكينة لان طبعا سخنة جدا والبخار طالع رهيب، خلوا بالكم. هطلعها من الكيس الحراري واحطها في الصينية، ولو في طبعا مية كتير هخفها شوية. ده شكلها لما طلعت من الكيس الحراري، بس انا هحطها تحت الشواية 5 دقايق تاخد لون. وهنا المحشي بتاعي جاهز، والفرخة اهي طلعت من الفرن بعد ما حطيتها تحت الشواية بالشكل ده. والخضار زي ما انتوا شايفين مستوي حلو قوي، لا مهري ولا ني. والفرخة بسم الله ما شاء الله يعني شكلها يفتح النفس. انا بقطعها بالسكينة قدامكم، هي والله دايبة دايبة بجد يعني. ما شاء الله طلعت مستوية قوي والتتبيلة داخلة جوه وطعمها رائع. اتمنى تجربوا الوصفة دي وان شاء الله ان شاء الله هتعجبكم وهتشكروني عليها جدا جدا. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة.
وإن شاء الله نقدم كل الجديد معاكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.